هذه سائلة تقول: عاجل جدا جدا جدا، فتاة في خطر، الله يجعل خير. أما لا، وش تقول هذه؟ أنا شابة من ولاية الجلفة، تعرفت على شاب منذ 6 أشهر في الهاتف. عرفتيه غير في الهاتف، وكي تقولي عرفتيه، كاين الناس خوه عايش معاه، وليد باباه ويماه، وما يعرفوش مليح، حتى يكتشف عقليته ماشي كاع هي، وانت هي غير في التليفون تعرفتي عليه في 6 أشهر. روح. وعرض علي الخروج، هاي باينة. ولما خرجت معه، شفتي خرجتي معه، تعدى علي. ايه، شفت مسكينة وصالها. لما خرجت معه تعدى علي وتحرش بي، وبسببه فقدت عذريتي، ووعدني بالخطبة بعد هذه الفعلة في غضون 15 يوما، ولم يوفي بوعده. شفت كيف؟ وتحجج بعائلته. واش كنتي تسناي؟ يا تخرجي معاه وتنتهكي حرمة الله وتعصي ربي وتوقع في كبيرة من الكبائر وتخوني باباك ويماك وخوتك وعيلتك والقرية تاعك والدشرة والجلفة والجزائر والمسلمين وربي والرسول وجبريل والملائكة، واكيد سنة لا يجيب لها يماه واخواتاته يجوا يزغرتوا يدوها عروسة. أطلب من فضيلة الشيخ أن ينصحني ماذا أفعل، ولكي يسمع هذا الشاب النصيحة لعل وعسى أن يتوب. إيه، هو اللي لازم يتوب ماشي انتي. أن يتوب إلى ربه ويحن قلبه ويأتي لخطبتي. شفتي كيف؟ ثم انتي لو كان الطفل هذا جاء خطبك ما تسقسيش، بالنسبة لك روعة، خرجتي معاه عصيت ربي، وهو كان راجل فحل جاء خطبك، والمعصية تاع ربي نسيتيها. المعصية رحتي خرجتي معه وعصيتي ربي، ووقعتم في الزنا، والزنا من الكبائر ملعون فاعلها. اول حاجة لازم تديريها قبل ما تحوسي جاي يخطب ولا ما جاش، وقبل ما تخمي في التبهديلة تاع الدنيا، اصلحي العلاقة مع الله، توبي، استغفري، اندمي، اكثري من الصدقات والزكاة والحج والعمرة، صيام الاثنين والخميس، طاعة الوالدين وعمل الصالحات، لعل الله يغفر لك. وهو أيضا إذا كان يسمعنا، عليك أن تتوب وتستغفر وتندم على ما فعلت وتكثر الصدقات وتبكي على نفسك، وتروح تصلي وتبكي وتقول له: يا ربي سامحني، أراني غلط، أنا إنسان ضعيف وأنت رب كريم. يا رب، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ المسيء المذنب. هكذا قل يا ربي إذا كان ما يرجوكش إلا إنسان صالح، أنا المسيء بمن ألوذ؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ المسيء المذنب. ما لا السمعية اللي خدعتي والديك وخدعتي الإسلام. هذا الشاب ماشي هو اللي خدعك، أنت اللي خدعتي نفسك. تعرفتي عليه في التليفون، غرقك في الكاس تاع الحب وخرجتي معاه. هذه الخطوة خطوة نحو جهنم. أما لا، عليك أن تتوبي وتستغفري وتندمي. جاء خطبك جاء ما جاش، سلكي روحك مع ربي. هذه النصيحة اللي نقولها لك، والله يتوب عليك ويغفر لك، والله يتوب عليه ويغفر له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.